السبانخ والبنجر مش علاج للأنيميا، فلو انتي بتاكلي كل يوم سبانخ وبنجر ومستنية الحديد يعلى فللأسف مش هتوصلي للنتيجة. الفيديو ده حرفيا هيكون روشتة الأنيميا، فاعملوله سيف لأنه هيبقى فيه كل المعلومات اللي انتوا محتاجينها. الأنيميا مش معناها إن في نقص حديد وبس، ده في أسباب كتير قوي بتسبب الأنيميا، فلازم أبقى عارفة السبب لأن على حسب السبب على حسب العلاج. طب ايه الحاجات اللي ممكن تسبب الأنيميا؟ طبعا أول وأشهر حاجة لو أنا عندي نقص في الحديد نفسه، لو أنا ما باخدش حديد كفاية من الأكل بتاعي فبالتالي مع الوقت هيحصل لي أنيميا، أو لو أنا عندي نقص في فيتامين بي 12 في الفوليك أسيد في النحاس، عندي مشاكل في الزنك، لو أنا عندي أمراض معينة في المعدة أو في الأمعاء أو أمراض مناعية، كل ده بيأثر على الحديد. أو حاجة خاصة قوي بالبنات لو احنا عندنا نزيف مستمر أو عندنا مشاكل في البرد، والحالات اللي بتفضل البرد عندها بال10 وال15 يوم دول مع الوقت بيجيلهم انيميا. طيب ايه اكتر اكل فيه حديد لازم ادخله في يومي؟ الحقيقه ان البروتين الحيواني افضل بكتير من البروتين النباتي، ولكن البروتين النباتي مش وحش بس ما اقدرش ان انا اعتمد عليه لوحده، لازم الاثنين. ومش بس كده، ده كمان في بعض التريكس اللي ممكن تعمليها وانتي بتاخدي دواء الحديد تسرع من امتصاص الحديد وتزود الكفاءه بتاعته. زي ايه؟ زي ان انت تاخدي دواء الحديد مع عصره ليمونه، مع عصره برتقانه، مع اي حاجه فيها فيتامين سي، ده هيزود امتصاصه جدا. ونبعد في الوقت اللي احنا بناخد فيه الجرعه بتاعه الحديد عن الادويه بتاعه مضادات الحموضه او الادويه بتاعه الكالسيوم او الالبان عموما او القهوه والشاي والحاجات دي كلها، نحاول ان احنا نتجنبها وقت اخذ الجرعه. واخر حاجه واهم نصيحه، لو انت مستمره على الحديد وحاسه ان مفيش تطور لازم على طول ارجع اتابع ونشوف التحاليل تاني عشان ممكن يكون في مشكله لسه ما اكتشفناهاش. بس كده، انا دكتور ندى عادل ودي وايت هوب كلينيك. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.